السلام عليكم، ازيك يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني والله. انا رحت عند بنتي وقلت ايه اما اطبخ لها. كده قطعت اللحمه وبغسلها وهشوحها معاكم اهو. تعالوا نشوف الطريقه، يلا احنا بنشوح. احط كده معلقه سمنه بلدي وشويه زيت. شويه زيت معاكم اهوت مع السمنه البلدي، وهنسيح الدهن. بعد ما الدهن يتحمر كويس هنقوم على نار هاديه اهي. كده اتحمرت معايا الدهن اهي اللون ده كتير كده، واقوم حاطه ايه بقى معاكم اللحمه اشوح. هحط فلفل اسمر واحط طماطم وبصل معاكم. بس انا ما عنديش بصراحه، ما كانش عندي بنتي الخلطان الحبهان ولا بصل وطماطم. قلب كويس، طلع شويه شوربه للبتاع ان شاء الله. شويه فلفل اسمر، شويه كزبره هنحط معاكم برضه هم. كزبره ناشفه طحنينها. نقلب وهنغطي عليه. غطيت عليه. هنضرب كده البصل بتاع اللوبيا. انا كنت نقع لوبيا وسلقتها وهعمل لها تقليه بقى. يلا معاكم اهو. هنقلي كده. حطيت برضه معلقه سمنه بلدي وشويه زيت، وهنحط البصله اللي انا ضربتها معاكم دلوقتي وحته الدقيق. يا حبايب قلبي هنسيح الدقيق ونعمله نحطها بقى تبقى سفيري. بعد كده انا عامله برضه فصين توم دي ريحه حلوه لها. هنحطها كده في وسط البصله. يا حبايب قلبي احط بقى كده التومه اهي معاكم اهي. نقلبها لغايه ما تبقى سفيري. ما اوعى تحرقي البصل، عشان لو اتحرقت البصلة هتفضل معاكم في الطبيخ مرارة مش حلو. تفيري كده وهنحط عليها ايه. طبعا انا كنت في طماطم متسبكة هحطها برضو جابت التسبيكة تسبك معاكم كده. والله يا حبايب قلبي الدنيا دي جميلة وحلوة لما نقوم كده نتنشط نطبخ نعمل أي حاجة. لو المطبخ مليان وبعدين نقوم نشطبه. هنلاقي كل الشغل كده سهل علينا. البيت كده بالليل مع نفسنا نقوم نروق نعمل كل حاجة بإذن الله تبقى سهلة علينا إن شاء الله. وبعد كده تقعدي براحتك وبمزاجك بقى. هنغطي عليه تتسبك كويس. ادي اللحمة شوحت نحط عليها المية اهي ونغطي عليه وبراحتها بقى اهي. تبقى رشة من السكر، يعني معلقة سكر شاي كده تحطها سكر. فلفل الأسمر والكزبرة هنحطها اهي. شوية الكزبرة بيدوا الطبيخ في حتة تانية بصراحة. دي بابريكا حمرا بتخلي الطماطم حمرا وحلوة إن شاء الله. اللوبيا هنا كنت نقعها وسلقاها كده بتغلي غلوتين وندفع الطبيخ. نلفها كويس تشرب في بعضها. ولا بحط المرقة ولا بحط الكلام ده خالص. أصلا المرقة الدجاج مش صحية. طبق شوربة من اللحمة اللي غليت وهغطي عليها تستوي بقى. هي أصلا مستوية هتغلي غلوتين وهدفع عليها. الله يا حبايب قلبي كانت الأكلة زي العسل. أنا عندي بنتي ربنا يشفيها يا رب كانت تعبانة، أنا كنت بعمل لها الأكل
يا رب اشفاها يا رب. يا رب اشفاها يا رب. وديت كانت هنا كانش اصلا في حبهان، كان في واحدة حبهان كده، بحطها في قلب الرز بتدي نكهة حلوة للرز، حلوة قوي. حبة يعني واحدة كده حطيتها فيه. دي الحبهان دي واحدة كده بتدي ريحة حلوة للرز الأبيض أوي. ضغطت عليه على الرز ما تغلي، وبعد كده أحط عشان إيه، حبيت الحبهان اللي أنا حطاها تدي طعم للرز حلو أوي. على كده. أيوة. أنا رحت لها قلت والله لا اللهم اطبخ لها، هي تعبانة، ربنا يشفيها، دعاء بالشفاء يا رب، اشفيها ربنا. حبيبة قلبي مريومة، دعاء ربنا يشفيها يا رب، تعبانة شوية. أغطي على الرز اهوت يستوي معاه. يا الرز اهو، أعمل كده تسقية، هعمل معاكم تسقية جميلة جدا. وبصوا يا حبايب قلبي والله العظيم كانت أكلة زي العسل، جميلة ما شاء الله عليها، كانت أكلة زي العسل. نقلب فيها ونسيبها تتحمس حلو. نسيبها تتحمس كويس كده مع بعض. وبعدين بقى يا حبايب قلبي انتوا عاملين ايه؟ والله العظيم وحشتوني، والله العظيم انتوا ربنا يخليكم ليا، ما تحرمش منكم ابدا يا رب. انتوا والله يا حبايب قلبي بتوحشوني والله، وانتوا انا هنجح بيكم واكبر بيكم، وانتوا اللي هتدعموني ان شاء الله، وكلنا بنعاون بعض. كده انا هعمل التومة حمارها معاكم، بعد ما احمرها هنحط عليهم شوية خل والشطة مع بعض خطوة بخطوة ويروح قلبي. وربنا يخليكم ليا ولا تحرمش منكم، انتوا بتدعموني وانا بحبكم، الحمد لله يجعل محبيني عند ربنا يا رب. يعني خلصت الرز، خلصت الفتة اهي، والطبخ خلص والأكل خلص اهو. وأكيد وهعمل أتمنى يا حبايب قلبي الأكل خلص اهوت، وهناكل، تعالوا اتفضلوا كلوا معانا يا روح قلبي. أيوة اعملوا لي لايك واشتراك، أتمنى منكم يا حبايب قلبي أشوف وشكم خير. باي، مع ألف سلامة.